أرض الحبشة يا رسول الله. طيب ما يروحوا الجدة ما يروحون الطائف؟ يطلعون من العربي فراقة إلى بلده صعب، ويروحون إلى بلد أجنبي. الحبشة هي اثيوبيا اليوم. قال لو ذهبتم أو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملك عادل. يا الله يا بعد كيف درى النبي أنه عادل؟ النبي شايف الدنيا، النبي هنا في مكة لكنه عنده تدريب وتأهيل، عارف الوضع السياسي. أنا موجود في مكة، هذه التربية الربانية والتأهيل الرباني. ولا وش دراه عن الحبشة أن فيها ملك عادل؟ وش دراه؟ هذا البعد، هذا التخطيط. إذا ليش تتهمون ديننا؟ حنا ديننا مو بدروشة. اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل. طيب ديانة النجاشي وش هي؟ النجاشي لقب، مثل ما تقول فرعون في مصر وكسرى في الفرس وقيصر في الروم وهكذا. النجاشي لقب. النجاشي نصراني. أروح نصراني؟ اي نعم تروح. احنا ما لنا من دينه، نحن نبحث عن العدل والمكان الآمن ونكون دعاة له في المستقبل، وهذه علاقة مشتركة. حتى الإسلام حريص على غير المسلمين حتى من النصارى. اذهبوا إلى النجاشي إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل وإنها هي أرض صدق، أهلها طيبين يعني، حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه من هذا الاضطهاد. أول اللي طلعوا طبعا الهجرة هجرتين، هذه الهجرة الأولى طلع 11 رجال و4 نساء، 11 رجل و4 من النساء، يعني 16 إنسان خرجوا ذهبوا إلى، وكان من جملتهم عثمان بن عفان وبنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، كلهم خرجوا في هذه الهجرة. هذا الكلام في السنة الخامسة، وخرجوا في شهر رجب. ليش اختيارك يا رسول الله شهر رجب؟ لأنه شهر حرام ولا فيه قتال